السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حضرتك النهاردة معاك سيولة نقدية وحضرتك مش معاك ذهب، يبقى لازم حضرتك تاخد جزء دلوقتي عند المستويات الحالية، وخد بالك ان حضرتك بتشتري بجزء لا بكل. وخد بالك كمان لاني هشرح لك النهاردة ايه الاسباب اللي بتدعم الصعود، وكمان ايه الاسباب اللي بتدعم الهبوط. وخد بالك ولازم تكون عارف كويس قوي حضرتك دلوقتي بتشتري ليه وايه الغرض من الشراء. عالميا ما زال السعر العالمي تحت الميكروسكوب، بينتظر هدنة في الشرق الاوسط. وخد بالك ان لو حصل هدنة هتنزل الشاشة العالمية تحت مستويات ال 2300 دولار. ولكن خد بالك ان في ازمة ممكن تنفجر على الابواب. خد بالك ان هي ممكن توصل الشاشة العالمية لمستويات ال 2500 وال 2600 دولار. محليا الكل بيترقب والكل منتظر سعر الدولار جوه البنك، ولكن دلوقتي شايفين المستثمرين في الذهب بيبصوا للدولار. كل لما الشاشة العالمية بترفع السعر في البنك بينزل، والعكس كل لما الشاشة العالمية بتنزل الدولار في البنك بيرفع. بقينا قاعدين في حالة حيرة وحالة ملل وحالة زهق. خليني اقول لك ايه هي الحالات اللي ممكن الدولار فيها ينزل ل 45 و42 جنيه. هشرح لك كل ده، وكمان هقول لك لو انت هتبدأ ان انت تشتري ايه هي الحاجات اللي ممكن تخلي بالك منها. كل ده هجاوبك عليه، وما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام. ده بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب، وهسيب لحضراتكم اللينكات تحت في اول تعليق. مفيش اتنين يختلفوا على ان احنا عندنا اخطاء ومشاكل في السياسة الاقتصادية في مصر، وما بقاش حد يقدر يتوقع بنسبة 100% اللي ممكن يحصل بكرة او بعد بكرة، زي ما بنشوف بره او زي ما بنشوف الشاشة العالمية. الطبيعي ان احنا عندنا ازمة في الدولار، ده طبيعي، والعالم كله شاف ده في شهر 1 وشهر 2 اللي فات، واحنا كمصريين شفنا ده. فالطبيعي ان السعر الحالي هو اللي هنمشي عليه لحين مراجعة صندوق النقد الدولي. ولكن الكلام عن انخفاض سعر الدولار جوه البنك هو امر وارد، ولكن ليس بالاكيد. علشان كده كل واحد من حضراتكم معاه سيولة نقدية بس مش معاه ذهب خالص، خليني اقول لك ان حضرتك تبدأ ان انت تجزأ وتشتري ذهب على الاقل. لو حضرتك هتشتري بالتلت او الربع، لان خلي بالك مع مراجعة صندوق النقد الدولي اللي جاية ممكن تشوف سعر الدولار يوصل معاك لحد 51 و52 جنيه. وقتها حضرتك هتشوف قفزات في سعر الذهب المحلي. علشان كده كل واحد يبدأ ان هو يأمن نفسه. طبعا كلنا عارفين ان سعر الدولار جوه البنك الظاهر دلوقتي هو مرن، بس خليني اقول لك انه في الحقيقة هو مدار من قبل البنك المركزي المصري. طبعا بعد تحريك سعر الصرف في البنك من 30 جنيه 95 قرش ل 47 و30 قرش، المفروض ان حضرتك بتشوف هدوء في الاسعار بشكل ملحوظ وملحوظ جدا. ولكن دلوقتي اللي بيحصل العكس تماما. خليني اقول لك ارتفاع الدعم عن العيش وارتفاع الدعم عن البنزين والكهرباء ده هيؤدي الى ارتفاع التضخم مرة اخرى، وطبعا ده هيؤدي الى ارتفاع الاسعار الفترة اللي جاية. وخليني اقول لك كمان ان سحب البنك المركزي للسيولة واللي تعدت بالتريليون جنيه، ده بينذر كمان ان البنوك بتلم او البنك المركزي بيلم كل السيولة اللي اتطبعت الفترة اللي فاتت، وعايز يلم السيولة من ايد الناس. علشان كده وارد في وقت من الاوقات نشوف الدولار يتحرك 2 او 3 او 4 جنيه لفوق مع مراجعة صندوق النقد. علشان كده بقول لحضرتك خد جزء وأمن نفسك. زود على كده الأوضاع الجيوسياسية اللي حاصلة في الشرق الأوسط وعدم الاستقرار، وزود عليها كمان الأزمة الجديدة اللي ممكن تحصل ما بين روسيا وأوكرانيا، وإن أوكرانيا عايزة تضرب روسيا بمساعدة أمريكية. وتصريحات الرئيس بوتين اللي طلع وقال أكتر من مرة في تصريحاته إنه مش فارق معاه الحرب، لو وصل الموضوع لحرب هيحارب. زود كمان على كده الفيدرالي الأمريكي، ومع بداية شهر 9 أو الربع الأخير من السنة هتبدأ تسمع ان لازم الفيدرالي يبدأ ان هو يخفض سعر الفايدة، وده الشاشة هتستجيب ليه بشكل كبير. وممكن تشوف قمة جديدة عند ال 2500 وال 2600 دولار للأونصة. علشان كده انا بقول لحضرتك لازم تاخد جزء وتأمن نفسك كويس قوي لو معاك سيولة ومش معاك ده. طيب دلوقتي لو انا هبدأ اشتري ذهب،
ايه اللي ممكن اخلي بالي منه الفترة اللي جاية؟ رقم واحد، لازم تكون عارف ان الذهب استثمار متوسط وطويل الاجل. يعني حضرتك لازم تكون عارف وانت بتشتري الذهب دلوقتي ان حضرتك هتبدأ تفكر في بيعه او هتعوز الفلوس من الذهب في شهر 1 أو 2 اللي جاي مع فك الشهادات ونزول السيولة للسوق مرة تانية. قيس كمان على كده الفيدرالي الامريكي، ان وقت ما الفيدرالي الامريكي في 1 و2 ممكن يخفض الفايدة اول مرة او تاني مرة، حضرتك هتشوف ارتفاعات غير مسبوقة في الذهب وهتشوف قمم عالمية في الشاشة العالمية، وبالتالي السعر المحلي هو كمان هيزيد. رقم 2، لو حضرتك بتشتري دلوقتي والغرض انك عايز الفلوس من الذهب بعد شهر او 2 أو 3، يبقى قرار حضرتك قرار بالشراء قرار خاطئ. رقم 3، لازم حضرتك وانت بتشتري تقسم فلوسك على مرة واثنين وثلاثة واربعة. على سبيل المثال لو حضرتك دلوقتي بتشتري على 3100 جنيه لعيار 21 واشتريت جزء او ربع، او النهارده وانت بتشتري الجزء دوت جه الذهب بعد كده نزل 100 جنيه او نزل 150 جنيه، ولكن خليني اسهلها معاك واقول لك انه نزل 100 جنيه، وكمان هتروح تشتري عيار 21 بدل 300 تشتريه على 3، اذا حضرتك هنا عملت متوسط، لا انت اشتريت على 300 ولا اشتريت على 3، هنا اشتريت على 350. هو ده الغرض من ان انت تشتري كمتوسطات. عشان كده مش هفضل قاعد انا وانت مستنيين ننزل تحت تاني، ولازم نكون اتعلمنا من اللي فات. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.